come from? Where did he go? Where did he come from? Cotton Eye Joe. He down the beef, Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did he come from? Where did he go? بونجوار لو ماروك خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في الحلقه الخامسه من الموسم الثاني من برنامجكم برنامج شاب سكيزوفرين. الحلقه ديال اليوم حلقه استنكاريه استهجانيه احتجاجيه وتعربيطيه. ضيفها ضيف ملعق دار لاباس، هو الاول عربيا والثاني عالميا. كيقولك جمع ميزان موازين، يعني القسط والعدل، ولكن ما شلنا والو. دخلنا في الاول بتبادل الثقافات، صدق كيدير لنا استيراد التفضحات التفحوشات حشومه. غني في بلاد الفقراء، تعطاتو الرعايه الساميه باش يفيد العباد، صدق هو استغلها كحمايه باش يميع البلاد. استقبلوا معايا جميعا مهرجانكم، مهرجان ثقافات، مهرجان وكا وكا، مهرجان رأسها يا جدع على 1.5 موازين. الناس كتموت بالجوع وما كينظموا المهرجانات. الشعب شعب مقهور، كيفاش بغيتو نفرحوا وشنو كنستافدوا كاع، علاش بغيتو نشطحوا. مع مهرجان موازين بالمغرب يلي نجح على مدى دوراته السابقة من تحقيق نسب نجاح مشجعة ومبهرة، خلته يكون المهرجان الأول عربيا والثاني عالميا. خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا. موازين ايه ما شاء الله، اقلك موازين ايش؟ الم تسمع بجي سي دي سي؟ فإن حاجتنا إلى 1,200,000,000 درهم التي منح لراقصة ساقطة اختتم بها المهرجان من الناحية الرمزية هو أغلى. واش عرفتي شحال كيدخل ديال الفلوس وخدام كيتبحط عليك؟ لأنه ثمن لعرض بورنوغرافي مليء بالإيحاء الجنسي والتحريض على الإباحية وضرب للمنظومة القيمية للمجتمع المغربي. إن هذا المهرجان الذي اسمه موازين اختير له هذا الوقت بحيث يمكن أن نستنتج أنه مهرجان العبث. العبث أولا في اختيار الوقت، بالعكس تماما وبتاتا والحاحا. مهرجان موازين مسكين راه ولا الراعي الرسمي ديال البريباراسيون في البكالوريا والسيزيام اني. قال لك اسيدي لاحظوا بان نسبه النجاح ولات عندنا كبيره وبغاو ينقصوا شويه، وعندهم الحق. ولاحظوا بان الخدمه حتى هي ومناصب ديال الشغل لعلك ترضى، وخليهم مساكن يديروا خدمتهم. خليهم موازين يدير التوازن موازناتي في التوازن التعليمي والثقافي، ياك هو الراعي الرسمي ديال تبادل الثقافات. وخليوه يتقفنا مسكين، راه الشعب المغربي ناقص ثقاف. وزيدون موازين هو الخبزه اللي كيعيش منها الفنان المغربي. خليهم مسكين يتقوت وخليوه يعيش. راه الفنان المغربي مسكين يلاه كيشد في هاد الموازين شي 800 مليون 200 100 30 كيشدوا 30,000. انا قال لي واحد صاحبي كيشدوا 10 مليون، واحد اخر قال لي والو بينيفول. المهم هي المشاركة تقاشر. إذا نجم الجيل وكل الأجيال تامر حسني. بحال الموازين تا هو اللي كتخسر فيه الملايير، وحنا ما كنكردوش منه حنا المغاربه. كيجي ديروا سهره فيها ايطون جون وستينغ وزيد عليها داك الامريكاني اخر، او 3 ديال لي ستار عالمي ما قداتش عليهم، حتى الامارات ما قداتش عليهم ديرهم سهره وحده، وحنا ما نخدموش. ملي تجيب انت رويشه وتعطيه 2 مليون هو الفرقه ديالو، ولا 3 مليون هو الفرقه ديالو، وتجيب واحد من لبنان تعطيه 140 مليون ولا 200 مليون، راه عار هادشي. فنان الكوميدي اللي تيضحككم، سمحوا لي انا دابا راني طارح الفراش. من هذا الباب ديال السبيطارات اللي كنعيشوهم طلعوا في الفنان، كرموا الفنان هو في حياته في شبابه ماشي حتى كيموت. واش الانسان تيبقى تكرفس الفنان كنشوفوها هو كيعطي العطاء وتيعطي الشيء الكثير وتيعطي الشباب وفي الاخر تيطرمان كنقولوا رمية الكلام.
ما تيسول فيا حتى واحد، ما كيعيط ليا حتى واحد. هذا الاطار صاحب الجلاله الكمال يعطينا غير واحد شويه، غير واحد شويه باش ناكلوا، غير باش نعيشوا. ودائما انا بحبذ وبنبسط لما بنلاقي دوله عربيه عم تقوم بنشاطات من هالنوع، نشاطات فنيه، نشاطات ثقافيه، نشاطات هي بتعمل حياه. انا بغيت الدوله، بغيت بلادي تنصفني. مشكلي بغيتي باش نعيش تنموت صافي، لا خلقت باش نتعالج. ومبسوطة كتير اني موجودة بيناتكم، خاصة بهالمهرجان المميز موازين بالرباط. حتى حنا مبسوطين فرحانين. 200 اورو ما غنفرحوش؟ ناشطين 20 مليار من درهم. ما غتنشطيش راه غتفرحي. انت طالعه بميزانيه ديال 80 جمعيه في المغرب، طالعه بميزانيه ديال الفريق الجمعيه السنويه وما غتنشطيش. راه هذاك هو النشاط. حقا لا سمحوا لينا كنتحاسبوا معاهم. لا راه هذيك ماشي فلوس ديال الدوله، خليهم يديروا ما بغاو. هذيك راه المنحه ديال 2 المليار وشي حاجه ديال لو سي بي وشي حاجه ديال الجلاك واتصالات المغرب وشي حاجه من كاين شي وقيله شي حاجه كاينه من تحت وقيله. هادشي ماشي ديال الدوله، هادشي ديالهم من حقهم. كم ينفق عليهم حينما يصعدون إلى المنصات؟ كم؟ هي ملايير. حنا ملي كنبغيو نصيفطوا لهم كنصيفطوا لهم ناس كبار بعقلهم قليل العود، ما تيطلبوش الثمن، تقدر عاد تعشيهم كاع. فكيف يمكن لجمعية واحدة أن تحصل على كل هذا الدعم؟ هذه الجمعية على غير عادة الجمعيات كلها، هذا عبث. فهو كيتكلم كأنه البلد كله ضد المهرجان، والناس اللي عملوا الوقفة الاحتجاجية هما 20 شخص. فهذا الأخ هذا كيقول كلام. هذا الأخ سميتو رشيد البلغيتي. رشيد البلغيتي ما كنت غتعرف يمك وخالتك. لا وكيعجم فمك ولا النوفل كيدار تعبوك. من العار ومن العيب أن نسمع من مدير مهرجان يتحدث عن الثقافة وعن إنتاج القيم سبا وقذفا على المباشر. انت راجل كبير وانت متربي، دول عالم زبالة، نعمل زيهم. باش نهضروا شويه في المعقول وندخلوا شويه في الصح، حنا بلد فقير وشعب فقير، يعني لبس قدك يواتيك، ماشي الساعه يسعى ومرتو تصدق. اش خصك الفقير خصني موازين مولاي؟ لا، نهار يولي الشعب المغربي عنده مستوى معيشي مستحسن ماشي تجيد مزيان شويه، يولي البيطالي يلقى خدمه، يولي اللي ساكن في طار ديال الزبل يسكن في دار، يولي اللي مرض يتداوى، تعطى الاولويه للفنان المغربي مغني ولا ممثل. علاش لا اللي ما يخلصوش اكثر من الاجنبي؟ ولا كاع لو حلو يخلصوه بحالو، اولا حاجه عليه حيت هو عارفينه كاري، داكشي اللي عطاتو ليه غيحمد الله ويسكت. لا شوف، انا من هذا المنبر عندي 4 ديال الرسائل. الرساله الاولى غنوجهها للفنانين المغاربه ديالنا خصوصا المغنيين، بما ان المحور ديالنا اليوم هو موازين غنوجهها للمغنيين. ما غنقول لكم لا حقا حاربوا موازين لا وقفوه لا غير العام الجاي حيت هذه بدات اللي عطا الله عطاه. العام الجاي ان شاء الله ديروا قيمه لراسكم، ديروا لراسكم العز. الا ما تعطاكمش بحالكم بحالهم حتى واحد ما يطلع. هادشي الا كنتو رجال واتحدوا واتفقوا وديروا شي جمعيه ولا شوف غتفقوا بيناتكم ولا غديروا العز لراسكم. الرساله الثانيه كنوجهها لمهرجان موازين، الا جات على خاطركم الا بغيتوا حيدوا ديك موازين وديروا ما موازنينش عاديه، والله ما يديبوا ما يجيبوا. مهرجان ما موازنينش حيتاش الكذوب خايب راه غيعذبكم سيدي ربي. الرساله الثالثه غنوجهها لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. الله يجازيكم بخير، تدخلوا لانقاذ ما يمكن انقاذه، لان هاد الناس هادو كيستغلوا ديك تحت الرعايه الساميه كحمايه انفسهم وكيديروا ما بغاو. راه هاد العام هذا راه بلا ما نبقاو داويين بزاف. الرساله الرابعه غنوجهها للحكومه المغربيه. لا حق هاد الرساله ما كتقالش، هذه كتشاف. شوف هذه حالة هذه، شوف عندنا وحشومة هادشي ديال سيدنا، هادشي ديال سيدنا وحمانا. الشعب
الشعب لا يريد الغنى، الشعب بغى الشغل، الشعب بغى العدل، الشعب بغى السكن، الشعب بغى التعليم اللائق، الشعب بغى الصحة، الشعب بغى العدل. هذه الأركان الخمسة ديال الديمقراطية وديال الحاجيات ديال الشعب. حنا الفقراء ما بقيناش باغي نحسو بالفرق، حنا الفقراء قهرتونا غير بالهضره، حنا الفقراء كيقطروا لنا الماء قطره بقطره، حنا الفقراء عايشين بحال اللي ميتين، حنا الفقراء بزاف ماشي 100 وماشي 200، حنا الفقراء بغينا نعيشو كلنا بحال بحال، حنا الفقراء بركا ما تحرجوا لينا بحال البغال. كنتمنى انا الحلقه الخامسه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو باش الرساله توصل باسرع وقت. كذلك ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا www.youtube.com/tvschizophrène TV-schizophrène. كذلك ما تنساوش انكم ديروا جيم لاباج ديالنا www.facebook.com/schizorène ماشي سكيزوفرين ولكن سكيزورين في لاباج ديال فيسبوك. ما تنساوش انكم تخليو لنا اقتراحات ديالكم وكذلك تخليو لنا التعليقات ديالكم وملاحظات ديالكم بخصوص الضيوف اللي فاتوا والضيوف اللي بغيتوهم نستضيفوهم في الحلقات الماجيه. وما غتفوتنيش الفرصه اني نشكر جميع الصفحات وجميع المواقع اللي كتعاوننا بزاف في نشر الفيديوهات ديالنا، وكنقول لكم بانني كنموت عليكم كنحماق عليكم، وهذه مني لكم ديديكاس. الله يعاونكم.